السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هعمل معاكم، هنخزن قلقاس مع بعض. كمان هنعمل الخضره بتاعه القلقاس بطريقه سهله وبسيطه، وطريقتها تحفه وروعه، ويا ريت تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات هتبقى رايكم فيها ايه. الطريقه بتاعتنا سهله وبسيطه، يلا بينا نشوف معانا ايه هي الطريقه. بصوا حبايب قلبي، كده الخضره بتاعتنا اهي. انا معايا سلق وكزبره. انا كنت بقطع هنا، قطعت هنا كميه، وكنت بفكر ان انا بصور، بس طلع ان الفيديو ما كنتش مشغله التصوير بتاعه. انا معايا هنا كميه محترمه من السلق وكميه وكزبره. انا هقول لك دلوقتي، لو انت هتعملي كيلو من القلقاس وانت تعملي بقى الكميه بتاعتك. في السوق دلوقتي الربطه بتاعت السلق كبيره، يعني مش صغيره، في ناس بيبيعوها صغيره. لو لقيتيها صغيره هاتي 2 من السلق، تمام، وواحده كزبره. يعني الكزبره اهي برضو مليانه حلوه اهي، شايفين الكزبره؟ ربطة كزبرة حلوة. لو لقيتيها نصها زي كده مثلا بيبيعوها، هي دلوقتي يعني الخضرة عموما حلوة. لو لقيتيها نصها زي كده يبقى هاتي 2، يبقى الكيلو هتجيبي 2 سلق و2 كزبرة لو الحزم صغيرة. انما لو الحزمة كبيرة زي ما انت شايفة كده يبقى تجيبي واحدة كبيرة للكيلو وواحدة كزبرة، هتبقى الخضرة بتاعته هتبقى حلوة. طيب، انا دلوقتي هعمل ايه؟ هقطع السلق بتاعنا. بصوا ورقة السلق عاملة ازاي. انا عايزة لما اجي اقطعها هعمل كده وهعمل كده. بصوا، اسحبها كده كده اهي، واطلع العرق ده كده فاضي، انا عايزاها تبقى ورقه. تمام اهو. واحده تانية اهي كده، هاخد كده. شايفين يا جماعه؟ اهو واحده تانية اهو. او مش عارفه تعمليها كده زي ما انا بعملها، هاتيها كده. اهم حاجه تطلعي العرق ده. بصوا اهي. لو مش هتعرفي تسلتيها كده زي بسهوله زي ما عملتها انا اهي. بصي كده، ما عرفتش اتقطعت منك اهو. سهله وانت بتعمليها، اهم حاجه تطلعي العرق بتاع اللي في النص ده. خلاص. طيب، والكزبره بتاعتي انا هقطع الجزء اللي هو ده كده، وهي ما شاء الله كلها ورق. انا هاخد الورق بتاعها ده، مش لازم ان انا اقطفها، يعني في ناس بيقطفوها ويعملوها كده اهي. كده تقطعيها كده زي ما انتي ما تاخدي الورق بتاعها ده كده اهو، كانك بتقطفي زي ملوخيه اهو. تمام. هخلص الكميه بتاعتي دي وهغسلها وهنشفها كويس، وهرجع اقول لكم انا هعمل فيها ايه تاني. هنا يا جماعه انا خلاص خلصت الكميه بتاعتي. هاخدهم، هغسلهم كويس، واحطهم بعد ما اغسلهم واصفيهم، واحطهم كده على ملايه او فوطه ناشفه لغايه لما تنشف. عايزه تنشفيها باي طريقه نشفيها باي طريقه، يعني بطريقتك انت بتنشفي بيها ملوخيه او حاجه. فانا هحطهم وهفردهم كده على حاجه قماش يعني تكون ناشفه تشرب الماء منها، وارجع لكم تاني. بصي يا حبايب قلبي، كده ادي الخضره بتاعتي اهي. انا غسلتها كويس طبعا 3 4 مرات تحت الماء لغايه لما الماء تبقى نظيفه، وبعدين حطيتها على حاجه تنشف. ممكن تاخدي كده وتحطي في الطاسه اللي احنا نعمل فيها دلوقتي، بس انا هقللها شويه. انا عايزه اقطعها على اساس ان هي تاخد مني كميه، يعني ما تبقاش هايشه في الطاسه. يعني بصوا، تعمليها بمخرطه او تعمليها تقطعيها كده، مش فارقه معايا اي تقطيعه. انا بس عايزه كل ان انا اهمتها ما تبقاش في الطاسه، تبقى يعني واخده معايا كميه كبيره. فاهمين حبايب قلبي؟ هاخد الكميه كده على قد ما اقدر، انا عايزه اهبطها يعني بس اهو. وبعد كده هحطها على هوريكم هعمل ايه بقى فيها. تابعوا الفيديو علشان تعرفي تخزنيه، يطلع معاكي السلق القلقاس يطلع معاكي جميل، وكمان الخضره بتاعته حلوه وطعمه يكون جميل. خلاص كده، انا هقطع الكميه بقى دي كلها وهرجع لكم بقى تاني هقول لكم هعمل ايه. هنا بقى معايا صينيه على النار او طاسه تكون حاجه واسعه عشان انت تعملي كميه كبيره. هتنزلي كمان يعني شويه سمنه او زبده او سمنه بلدي. انا هنا مستخدمه سمنه بلدي كنت حطاها. تحطيها على النار لغايه لما تسخن كويس قوي، وبعدين تنزلي بكميه الخضره بتاعتك، تسمعي الطشه بتاعتها كده فيها. هنزل طبعا ايه بشويه شويه لغايه لما اخلص الكميه بتاعتي. وكان ده الهدف، ان انا همت الخضره، ان انا قطعتها شويه عشان تبقى الكميه معايا صغيره وتبقى تروح معايا بكل سهوله. شايفين الجمال؟ طول ما انا واقفه اقلب كده.
لونه غير طبعا. شايفين لونه غير ازاي؟ خلاص كده لونه غير. ننزل بقى بثوم مفروم ونروح هما كده حلوين. هقلب بقى كويس قوي في المرحله دي عشان الثوم انا مش عايزه الثوم يتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش محتاجه ازود سمنه تاني عشان هو فيه سمنه كتير كده كفايه. هقلب بقى لغايه لما نشم بقى الريحه بتاعه الثوم والسلق. طبعا الريحه دي جميله كل الناس بتحبها. عارفه وصلت قد ايه بقى. افضل اقلب فيه كده لغايه لما اوصل للمرحله اللي انا هقول لكم كده خلاص كفايه وهنطفي عليه. تمام عشان ما اطولش عليه. شايفين يا جماعه انا عايزاه بالسمنه بتاعته اللي انتوا شايفينها دي كده. خلاص كده بقى لونه، شايفين اللون بتاعه. هقسمهم بقى على الأكياس بتاعتي. انا دول عاملاهم هقسمهم كده. هنحط بقى على الكميه اللي احنا عايزينها. وممكن لو انتي حاطه مثلا كميه كبيره في الكيس ولا حاجه، هتاخدي مثلا كميه معينه نصها هتحطيها في الكميه القلقاس اللي انتي عملتيه. خلاص يبقى كده ايه، احتاجتيه خلاص زياده هتخلي الكيس زي ما هو مقفول. لقيتي ان انت لسه عايز شويه كمان، سهل ان انت تاخدي شويه كمان برضو منه ومفيش اي مشكله فيه. ممكن تحطيه في علب بدل الاكياس دي، علب كده يبقى القلقاس معاكي جاهز. انا دلوقتي برضو بعد ما اخلص واعبي ده كده هوريكم ازاي هنفرز القلقاس مع بعض. طبعا هو دلوقتي اصلا تخزينه، في ناس خزنت من قبل بشويه، هو ابتدى دلوقتي يغلى يعني. شايفين الكميه دي؟ الكميه دي ما تقولوش ان هي قليله، لا الكميه دي حلوه قوي 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 يعني. ده ممكن تعمل لك كيلو ونص قلقاس، مش كيلو، لا تعمل اكتر من كيلو. ممكن لما تيجي تستخدميها لو انت عملتي كده تقللي الكميه، تحطي مثلا حبه نص 3/4 الكميه وتخلي. لقيتيه محتاج تاني زودي، لقيتيه خلاص كده استكفيتي بيه واللون بتاعه طعمه يعني شكله كده خلاص اللون اللي انت عايزاه، لا يبقى خلاص كده كفايه. انا هعملهم على ان انا لو انا عملت كيلو ولا كيلو ونص ممكن يبقى ده يكفوني كيلو ونص. تمام. بصوا يا جماعه انا خلصت الكميه بتاعتي زي ما قلت لكم. الكميه دي كل كيس من دول يكفي كيلو ونص قلقاس. تمام، يعني انا اجيب كيلو ونص قلقاس
ممكن تكفي مش ممكن، هي تكفي الكميه دي وهتبقى حلوه جدا كمان. يعني لو عملت 2 كيلو، لو حطيت الكيس ده على 2 كيلو هيبقى الكميه بتاعته هتبقى قليله. وحطيت العلبه دي كده، انا ممكن العلبه دي اقسمها في يعني مرتين، وهيبقى كده انا هخزنه معايا. دلوقتي انا هعمل بقى معاكم القلقاس ازاي نخزنه. يبقى احنا كده خلصنا من السلق والخضره بتاعه القلقاس. بصوا بقى حبايبي، ادي القلقاس. لما تيجي تجيبي القلقاس حاولي تجيبي يعني واحده بس تبقى تكفي الكميه بتاعتك. يعني لو انت عايزه 2 كيلو كبري علشان ياخد سوا واحد. تمام كده. انا دلوقتي جبت القلقاس معايا، وانت بتنقيه تكون دي لونها يكون بامبا. القلقاسيه تكون كده، تكون يعني بصي ما فيهاش اي حاجه. وزي ما قلت حاولي توحدي او تكبري الكميه بتاعتك، يعني ما تخليش الطبخه بتاعتك فيها 2 3. تمام. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. هنقطع ازاي دلوقتي. في الاول كده هقطع ايه الجزء ده. تمام. بعد كده هقطع كده. طبعا عايزه عافيه شويه. ممكن تجيبي ايد هون وتنزلي بيها، تدقي كده بيها او حاجه عشان تنزلي عشان ما تتعوريش. تمام. انا هقطعها وارجع لكم تاني. انا هنا عشان ما تعورش هقطعها كده ايه بايد الهون زي ما قلت لكم. تمام. هننضف بقى اي حاجه كده، وهقطع القلقاسه بتاعتي. الجزء اللي تحت ده مش عاوزينه. كده طريقه التقطيع بتاعته ايه سهله، عارفه تتحكمي فيه وما تتعوريش منه. طبعا انا قطعت الكميه بتاعتي. هاجي بعد كده هعمل كده بكل سهوله بقى كأنك بتقشري بطاطس. بصوا يا جماعه، انا من الناس اللي بتغسل القلقاس. انا ما بحبش بصراحه ربنا ان انا ما اغسلش القلقاس وانشفه والحاجه، لا انا بغسله، وبغسله كمان كويس جدا لغايه لما الميه بتاعته تبقى لونها بيضه خالص شفافه. يعني اول ما بتيجي تغسليه كده بيبقى لونه، الميه بتاعته بيبقى لونها ابيض شويه. لا افضلي اغسلي وارمي الميه لغايه لما تكون الميه بتاعته شفافه خالص. ما بحبش انا بقى حكايه ان انت تنشفيه والميه بتاعته عشان الماده بتاعته دي، لا ما بحبهاش بصراحه. يعني أنا لا انا يعني متعوده اغسله. لما بتغسليه ما بينشيش معاكي في الحله ولا حاجه. يعني ما تلاقوهوش بعد ما تعمليه تاني يوم يبقى حته واحده في الحله ولا حاجه. تمام. الطريقه بتاعته كده سهله اهي، واضحه ليكم في الفيديو. يعني سهل ان انت تقطعيه بكل سهوله. هنضف الحاجات دي وارجع لكم تاني. هنا قطعت الكميه بتاعتي. ما يهمكيش بقى كل الحاجات اللي عليه دي كده هناخده وهنغسله هيبقى زي الفل. ما يهمكيش اي حاجه ولا تتعبي نفسك في الغسيل قبل وبعد، لان احنا هنغسله تاني. كده بقى سهل ان انت تقطعيه وكمان تتحكمي في التقطيعه بتاعتك. حاولي وانت بتقطعيه تخلي يعني المقاس بتاعه واحد. تمام اهو. كده يا حبيبتي قطعتيه بكل سهوله. وكمان عملت الخضره بتاعته. شايفه كمان عملت الخضره زي ما قلتلك بتاعته زي الفل، وشلتيها في الفريزر. وده هنغسله وهننشفه واقول لكم هنعمل ايه فيه. كده انت معاكي القلقاس في اي وقت عايزه تعملي قلقاس. مفيش دبكه ولا اي حاجه. كل اللي عليكي ان انت الشوربه بتاعتك هتعمليه. طبعا هو تعمل بشوربه لحمه، شوربه بط، عادي. عايزه تعمليه بشوربه فراخ اعمليه. بس هو طبعا بيبقى هنا يا جماعه انا خلصت الكميه بتاعتي كلها اهو. قطعت القلقاس بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هاخده بقى اغسله تحت الميه. بصوا هغسله كذا مره. يعني انت هتحطيه في حله او هتحطيه في طبق تغسليه كذا مره لغايه لما الميه بتاعته تبقى شفافه. وهرجع لكم تاني اقول لكم انا هعمل ايه فيه. هنا يا جماعه انا خلاص خلصت القلقاس اهو. بصوا انا يعني غسلته وفرطته على حاجه فوطه ولا حاجه، وما يخليش حاجه يعني واحده على واحده عشان ينشف كده. بس خلاص هنحطه بقى في اكياس. وهنحطه فين؟ وهنحطه في الثلاجه. هتقسمي بقى الكميه اللي انت جايباها. بصي هو انا هقول لك حاجه. لو انت جايبه كيلو قلقاس، الكيلو قلقاس بعد التنظيف ممكن يصفصف على كيلو الا ربع. يعني يبقى باقي منه كيلو الا ربع. انت بقى يعني مثلا لو انت جايبه دلوقتي 2 كيلو هيعملوا لك كيلو ونص، كيلو الا ربع وكيلو الا ربع. تقسميهم بقى زي ما انت على حسب اكلتك. عايزه تقسمي بقى اكتر اقل. هي كده القلقاس بتاعي كده جاهز معايا وخلاص.
هخلص الكميه بقى وارجع لكم تاني. كده يا جماعه انا خلصت الفيديو بتاعنا. ادي القلقاس اهو انا عبيته طلعت الهواء منه، وطبعا هو ناشف زي ما قلت لكم. وادي السلق بتاعه زي ما قلت. الكيس ده يتحط على كيلو ونص. انا هحط دلوقتي، انا عامله المقدار بتاعي ده على كيلو، لقيته انا بحب الخضره بتاعته كتير يبقى ده حلو جدا على كيلو. تمام. دي الكميه بتاعتي. طريقه التخزين بتاعه القلقاس سهله وبسيطه. لو وصلتوا معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصلكم كل فيديو انزله. وبطلب منكم يعني يا ريت يا ريت والله المشاهدات بتاعتكم دي بتفرق معايا فعلا، لاني اصلا بيبقى هو ده الحافز الوحيد ان الواحد يصور. تصوير الفيديو بيبقى حاجه صعبه مش حاجه سهله فعلا يعني. واشوفكم على خير ان شاء الله، ويا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم وتفيدكم. السلام عليكم.